الآخر في كتابة سيناريو هذه الليلة في هذه الأمسية من دوري نجوم الدراع الإنساني الجولة الثانية في موسم 2025-2026 مباراة حاول أن يبتعد ويستخلص من شبح الهبوط في هذا الموسم، في موسم صعب جدا واستثنائي لنادي النجف في هذا المساعد الأول مصطفى نوح مساعد الثاني وحيدر عدوان حكم رابع، بينما سجاد خالد ورضا عباس حكام في غرفة الفار. نحن بانتظار صافرة البداية لانطلاقة هذه المباراة المهمة لكلا الفريقين، لبرتقال العاصمة الكهرباء ولغزلان البادية نادي النجف في هذه المباراة، في هذه المواجهة، في أمسية كروية نتوقعها أن تكون مثيرة هنا على ملعب الزوراء. بسم الله على بركة الله، صافرة البداية لانطلاقة هذه المباراة. تحياتي يوسف جميل معلقا واصفا على أحداث هذا اللقاء الذي يجمع الكهرباء على يمين الشاشة ونادي النجف على يسار الشاشة. مباراة لا شك أنها مهمة جدا للنجف، هذا الفريق الذي يحاول أن لا يكون في المراكز الأخيرة وبالتالي الهبوط إلى الدوري الممتاز، يحاول من خلال هذه المباراة أن تكون نقطة انطلاق وأن تكون البداية لعودة روحية النجف والعودة من جديد إلى دوري النجوم وأن لا يهبط إلى الدوري الممتاز. نادي الكهرباء بقيادة طبعا المدرب حسن أحمد الذي يدخل هذه المباراة، طبعا المباراة الأولى له مع نادي الكهرباء في هذا الموسم، طبعا خلفا طبعا للمدرب أحمد عبد الجبار يدخل بحراسة المرمى الكابتن حسن أحمد، علي خالد، كذلك عباس قاسم، لوكاس دا سيلفا، سوميلا واتارا، سجاد خليل، روبن آكوا، علي مهدي وأحمد عايد، يانيك زاكري، لوكاس سانتوس ونهاد محمد. هكذا هو طبعا التشكيلة وكتيبة نادي الكهرباء في هذه المباراة. على الجانب الآخر غزلان البادية نادي النجف بقيادة طبعا الكابتن سامر سعيد، يدخل بحراسة المرمى مصطفى زهير وزين العابدين رائد، حسين عباس، أحمد نعيم، محمد جاسم ودانيال الريكي، علي رحيم ومحمد حسن ويونس عبد وسجاد علاء ورضا فاضل. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي النجف في هذه المباراة. رمية تماس لمصلحة غزلان البادية بهذه اللحظات. نادي النجف يحاول مع بداية المباراة، نسمع بعض الأهاتيج وبعض الصيحات لجمهور النجف الذي يحضر هنا ويشجع غزلان البادية أمام هذا الرجل الكابتن حسن أحمد الذي يقود الآن نادي الكهرباء في هذه المباراة بقيادة المدرب الشاب الآخر الكابتن سامر سعيد، يقود نادي النجف في هذه المباراة. مباراة حديث عن لقاء بين مدربين، مدرب خبرة، حديث عن الكابتن حسن أحمد ومدرب شاب الكابتن سامر سعيد. نشاهد ونتابع في هذا اللقاء مباراة نتوقع أن تكون مثيرة في هذه الجولة، في هذه المواجهة. كرة لمصلحة نادي النجف في وسط الميدان، دانيال الريكي، روحية النجف، هكذا يبحث لاعبي نادي النجف في كل مباراة. شاهدنا الانتصار، الحقيقة الانتصار المعنوي الكبير اللي كان لنادي النجف على نادي نوروز، والفوز بهدفين لهدف بعدما قلبوا الطاولة غزلان البادية في تلك المباراة. هكذا يلعب النجف وهكذا يريد جمهور النجف أن يلعب غزلان البادية هذه المباراة المهمة. كرة لمصلحة نادي النجف، كرة عودة في وسط الملعب، تلعب الكرة أمامية على جهة اليسار،
محاولة لعب كرة عرضية، هذه كرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، هذه محاولة ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. سجاد علاء ومن لعب الكرة الماضية مع دانيال الريكي. شوف هذه الكرة الماضية وهذه التسديدة لسجاد علاء بالمتابعة، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب دانيال الريكي المحترف الكولومبي مع نادي النجف، وهذا محمد حسن، أسماء شبابية موجودة بتشكيلة نادي النجف. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس جانبية لمصلحة غزلان البادية بهذه اللحظات عن طريق أحمد نعيم. أحمد نعيم الذي سبق واللعب للنفط، لاعب نادي النجف. كرة لمصلحة نادي النجف، كرة أمامية. حديث عن مباريات هذه الجولة 32 التي انطلقت يوم أمس، والفوز للطلبة الأنيق بهدف على نادي ديالا، كذلك الفوز كان لزاخو أبناء الخابور، الفوز على نادي نفط ميسان ب3 أهداف لهدف، وكذلك القيثار الشرطة الذي حقق انتصار مهم بهدف على نادي النفط، والتعادل الذي كان بين الزوراء النوارس مع نادي دهوك ب2-2. كذلك المباراة والانتصار لنادي نوروز بهدف على نادي القرب بهدف نظيف. كذا هي مباريات يوم أمس من الجولة 32. كذلك في هذا اليوم أيضا كانت مباريات رائعة، شاهدنا تعادل مثير لأمانة بغداد أمام نادي القاسم ب2-2. كذلك الفوز الرائع الذي حققه طبعا نادي أربيل بهدف مقابل لا شيء على نادي الكرخ، وكذلك التعادل الذي كان لنادي الموصل ب2-2 مع نادي الغراف. أيضا بنفس توقيت هذه المباراة هناك مواجهة تجمع نادي الميناء مع القوة الجوية بنفس توقيت هذه المواجهة، وهنا لدينا الكهرباء والنجف. مباراة مهمة، بالسلامة إن شاء الله للاعب نادي النجف أحمد نعيم، يشكو من إصابة. أتمنى أن نشاهد مباراة جميلة في هذه الجولة. كرة اللعب داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة، محاولة لمصلحة نادي الكهرباء، ممكن التسديد بالمباشر على المرمى، هذه محاولة تسديدة ولكن الكرة وصلت عند حارس المرمى مصطفى زهير. كرة لعبت من جديد لمصلحة نادي النجف، محمد جاسم، كرة على جهة اليسار، محاولة لبناء فرصة جديدة والتقدم بها إلى الأمام لمصلحة نادي النجف، تلعب عالية للأمام، استقبال، عادت الكرة من جديد لمصلحة نادي الكهرباء بهذه اللحظات. كرة اللعب من هناك على جهة اليمين، حاول ولكن الكرة عادت عند حارس المرمى مصطفى زهير، يبعد الخطر في الكرة الماضية. الكرة عادت من جديد بالراس، سرعان ما تقطع الكرات وبالتالي عادت إلى زاكري لاعب نادي الكهرباء الذي سبق وأن مثل الفيصلي الأردني. حديث عن يانيك زاكري محترف من ساحل العاج. لاعب يانيك زاكري واحد من الأسماء الجيدة بتشكيلة نادي الكهرباء. بالمناسبة نادي الكهرباء يدخل هذه المباراة أيضا لديه غيابات سنتحدث عنها. هذه كرة خطيرة، محاولة ولكن الكرة لا زالت، وهناك صافرة ومخالفة بهذه اللحظات لمصلحة نادي النجف. نتحدث عن غيابات نادي الكهرباء في هذه المباراة. حسين نعيم يغيب عن هذه المباراة للحرمان، وكذلك أموتو بسبب الإصابة.
لاعبين اثنين يغيبان طبعا عن مباراة الكهرباء بتشكيلة نادي الكهرباء في هذه المباراة أمام نادي النجف. كرة لمصلحة مصطفى زهير، كرة اللعب عالية للأمام بالراس، كرة لا زالت بالراس، كانت من عباس قاسم من الأسماء المعروفة في دورينا اللي سبق والمثل طبعا الطلبة مع الزوراء والأمانة، ولكن الكرة عادت لمصلحة نادي النجف. نجف يبحث عن عودة من خلال المباريات المتبقية في هذه الجولة. هذه خطيرة، الله الله الله، الهدف الأول كان قريب جدا لنادي النجف بهذه اللحظات، ولكن الكرة مرت بأمان وسلام على مرمى علي خالد في الكرة الماضية. فرصة أولى خطيرة جدا لغزلان البادية بهذه اللحظات، ولكن الكرة مرت. لاحظ هذه الكرة وهذه المتابعة، ولكن الكرة مرت من هناك على ما يبدو إلى ركنية كانت من سجاد علاء. متابعة ممتازة، ولكنها مرت بسلام على مرمى نادي الكهرباء بهذه اللحظات. فرصة كانت خطيرة جدا لنادي النجف، وجماهير النجف تنتظر في هذا اللقاء في هذه المباراة أن يعود نادي النجف. حديث خاصة عن فارق النقاط أيضا قريب جدا، حديث عن 10 نقاط بين نادي الكهرباء ونادي النجف. النجف 18 نقطة ونادي الكهرباء 28 نقطة. هذه الجولة 32، هناك مباريات متبقية، يحاول النجف أن تكون هذه المباراة نقطة انطلاق. على الجانب الآخر نادي الكهرباء أيضا الذي لا يريد أن يكون في شبح الهبوط الركنية الأولى بهذه اللحظات. حديث عن لقاء الذهاب كان في الجولة 18 في تلك المباراة، انتهت بفوز الكهرباء بهدفين لهدف. سنتحدث عن من سجل الأهداف في تلك المواجهة. بعد هذه الركنية الأولى لنادي النجف بهذه اللحظات، ركنية لغزلان البادية، كرة اللعب عالية على مستوى القائم الثاني، هنا رأسية حاضرة، ولكن كرة في الأخير عند علي خالد. الكرة عادت، محاولة للارتداد السريع والهجوم المعاكس لمصلحة نادي الكهرباء، ولكن لدينا صافرة ومخالفة وخطأ. والبطاقة الصفراء الأولى تظهر بهذه اللحظات على زين العابدين رائد. يتلقى البطاقة الصفراء لاعب نادي النجف عرقلة لنهاد محمد لاعب نادي الكهرباء الذي سبق والمثل الجوية. شوف هذه الكرة الماضية بينه وبين زين العابدين رائد، وهذه الركلة الركنية التي كانت لمصلحة نادي النجف. نتحدث عن لقاء الذهاب الذي كان في الجولة 18 في تلك المباراة، انتهت بفوز الكهرباء بهدفين لهدف. سجل النجف أولا إبراهيم هارون الذي سجل في تلك المباراة، بعد ذلك سجل أموتو وأحمد عايد. بالتالي انتهت تلك المباراة بهدفين لهدف لمصلحة نادي الكهرباء. طبعا أموتو يغيب عن هذا اللقاء طبعا بسبب الإصابة، ولكن أحمد عايد موجود بتشكيلة نادي الكهرباء. سنشاهد أهداف في هذه المباراة في هذه المواجهة. بالسلامة إن شاء الله لنهاد محمد، يشكو من إصابة حكم المباراة أحمد محمد من يقود هذه المباراة. هذا نهاد محمد اللي طبعا لديه 4 أهداف مع نادي الكهرباء.
كرة لمصلحة نادي الكهرباء، كرة لعبة أمامية عادت من جديد في وسط الملعب. عباس قاسم يلعب الكرة عالية لزاكري. زاكري يحاول أن يمر. كرة لمصلحة زاكري، لكن الكرة مرت من لوكاس، عادت علي مهدي. عند الكرة بالخلف سجاد خليل. علي مهدي، بينما كرة خطيرة الآن محاولة لوكاس سانتوس، ولكن الإبعاد وبالتالي الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. أبعدت من أمام سجاد علاء. هو الذي طبعا أبعد الكرة الماضية. سجاد خليل، رمية تماس لمصلحة نادي الكهرباء. حكم المباراة أشار بأنه طبعا رمية التماس لم تلعب بشكل قانوني في الكرة الماضية، وبالتالي رمية جانبية لمصلحة نادي النجف. كرة لعبت للأمام بالراس والإبعاد، الكرة لا زالت من جديد، عادت لمصلحة محمد جاسم. الإبعاد في وسط الملعب، عادت لمصلحة نادي الكهرباء. النجف لديه طبعا مباراة مؤجلة مع نادي نفط ميسان في طبعا الجولة 30، لكن طبعا نادي الكهرباء يلعب بكامل المباريات، لكن النجف لديه مباراة مؤجلة. المباراة التي تأجلت طبعا بسبب الظروف الجوية اللي كانت في ملعب نفط ميسان في الجولة 30. هذا دانيال الريكي. كرة لمصلحة نادي الكهرباء. هسه نشاهد هدف يأتي من كرة ثابتة. الكرات الثابتة هي حل من الحلول. كرة اللعب عالية داخل منطقة الجزاء، كرة بالراس، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية من سوميلا واتارا المحترف من بوركينا فاسو. في الكرة الماضية ركلة مرمى لمصلحة نادي النجف. بهذه اللحظات الكهرباء الذي فاز في 8 مباريات في هذا الموسم، بينما نادي النجف فاز في 5 مباريات. 5 مباريات فاز بها نادي النجف في هذا الموسم. حديث عن فوز كان على نادي الطلبة بهدف نظيف وبنفس النتيجة مع نادي أمانة بغداد. كذلك حقق فوز على نادي ديالى بهدفين لهدف. بعد ذلك الفوز أيضا بقرار اتحادي على طبعا نادي القاسم بقرار اتحادي، والفوز الأخير على نادي نوروز في الجولة 29 بهدفين لهدف. كذا هي المباريات التي فاز بها نادي النجف، بينما المباريات التي فاز بها نادي الكهرباء في هذا الموسم، الكهرباء الذي فاز في 8 مباريات. لدينا حالة تسلل. نادي الكهرباء الذي فاز على نادي القاسم بقرار اتحادي، وكذلك الفوز على الميناء بهدفين لهدف. كذلك الفوز على نادي نفط ميسان بهدفين مقابل لا شيء، والفوز على نادي النجف وكذلك على نادي أمانة بغداد ب5 أهداف مقابل لا شيء. نتيجة كبيرة الذي حققها نادي الكهرباء على نادي أمانة بغداد بخماسية نظيفة. كذلك الفوز الذي حققه نادي الكهرباء على ديالى بهدفين مقابل لا شيء، والفوز على نادي القاسم بثلاثية، والفوز على الميناء بهدفين مقابل لا شيء، اللي طبعا تلك المباراة التي كانت هي آخر انتصار للكهرباء في هذا الموسم، الفوز الذي تحقق على نادي الميناء. بينما لدينا كرة لمصلحة النجف بهذه اللحظات. هذه كرة خطيرة، محاولة ممكن التسديد، ولكن كرة عادت بهجوم معاكس، ولدينا صافرة لمصلحة أحمد عايد بهذه اللحظات لمصلحة نادي الكهرباء.
هذه الكرة الماضية أحمد عايد، واحد من الأسماء الشبابية المميزة بتشكيلة الكهرباء، وفي هذا الموسم أيضا أسماء جيدة. كرة على جهة اليسار لمصلحة، عادت لمصلحة نادي النجف في وسط الملعب، محاولة للتوغل والمرور والعبور. كرة على جهة اليمين، سجاد على يلعب الكرة، يا سلام أحمد نعيم، لمسات هاتخذ، يحاول ولكن التغطية حاضر من دفاعات الكهرباء. كرة عادت من جديد، يحاول دانيال انريكي، عادت من جديد لمصلحة نادي النجف، ممكن التسديد بالمباشر، سدد، هذه كرة خطيرة، محاول، هذه تسديدة خطيرة جدا، ولكن علي خالد كان بالموعد، كان يقظا في الكرة الماضية، تصدى لتسديدة أراد بها مفاجأة حارس المرمى. شوف هذه الكرة الماضية وهذه التسديدة، ولكن التصدي ممتاز. تسديدة كانت من يونس عبد في الكرة الماضية، يونس عبد الذي سبق واللعب للموصل، لكن لدينا ركنية ثانية لمصلحة نادي النجف في هذه المباراة، وهذا يبرهن على تقدم نادي النجف في هذه المباراة. هذه محاولة ولكن الإبعاد، كرة لا زالت من جديد، ولكن أقرب لسجاد خليل، يتركها تمر إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء. النجف أفضل نسبيا، أكثر خطورة في 20 دقيقة التي مرت من عمر هذا اللقاء. الكهرباء الذي تعادل في 3 مباريات تعادل بها نادي الكهرباء في هذا الموسم، تعادل مع أربيل سلبيا، تعادل مع الكرخ بهدف لهدف، وكذلك تعادل بنفس النتيجة بهدف لهدف مع نادي دهوك. كذا هي المباريات التي تعادل بها نادي الكهرباء، بينما على الجانب الآخر نادي النجف الذي تعادل فقط في مباراتين تعادل بها نادي النجف في هذا الموسم. تعادل مع النفط سلبيا، هذه كرة خطيرة، محاولة للأمام، ولكن الكرة عادت لمصلحة نادي النجف. أيضا النجف تعادل مع نادي النفط بهدف لهدف، مباراتين تعادل بها نادي النجف في هذا الموسم. طبعا نادي الكهرباء خسر في 20 مباراة خسرها نادي الكهرباء في هذا الموسم، بينما نادي النجف خسر في 23 مباراة. لكن لدينا فرصة لمصلحة يانيك زاكري، يحاول أن يمر، ممكن أن يسدد، هذه كرة خطيرة لمصلحة نادي الكهرباء، ممكن التسديد داخل منطقة الجزاء، ولكن الحضور الدفاعي والتغطية الدفاعية الممتازة من حسين عباس في الكرة الماضية، بالتالي مرت حسين عباس الذي سبق واللعبة مع نوروز السلامة إن شاء الله. ولكن الحديث عن المباريات التي خسرها نادي الكهرباء، خسر في 20 مواجهة، 20 مباراة خسرها نادي الكهرباء في هذا الموسم. بدأت طبعا في الجولة الأولى والثانية الخسارة من أمام نوروز ب3 أهداف لهدفين، الخسارة مع الكهرباء 3-1، خسارة مع الشرطة والقرمة ونادي ديالى والزوراء والطلبة وزاخو والنفط والموصل والجوية، هزائم متتالية، كذلك مع الطلبة، النفط خسر مع الزوراء بهدف نظيف، مع الموصل 2-1، والخسارة مع القوة الجوية 3-2، والخسارة الأخيرة مع نادي نفط ميسان أيضا كانت طبعا في الجولة 29 3-1، بعد طبعا العودة بقرار الاستئناف، كذلك مع زاخو 2-1، والخسارة الأخيرة طبعا اللي كانت مع نادي الكرخ 3-1. هذه هي المباريات التي خسرها نادي الكهرباء في هذا الموسم، لكن النجف خسر أكثر بفارق 3 مباريات، خسر 23 مباراة نادي النجف في هذا الموسم. كرة من جديد لمصلحة نادي الكهرباء، تمريرات، محاولة بناء فرصة جديدة من الخلف والتقدم بها إلى الأمام.
كرة عادت على جهة اليسار لمصلحة نادي النجف. حاول النجف يبحث عن هدف في مباراة نوروز. يعني النوروز كان متقدم بهدف، بعد ذلك تمكن النجف من أن يعود للمباراة وحقق 3 نقاط في تلك المواجهة. الروحية، الثقة، غزلان البادية يلعبون بهذه الروحية، يحاولون أيضا من خلال هذه المباراة أن يحققون انتصار في هذه المواجهة. كرة عادت لمصلحة نادي النجف. زين العابدين إلى محمد جاسم، حاول صناعة فرصة جديدة في وسط الملعب. دانيال الريكي، لمسة للأمام، كرة على جهة اليمين. سجاد يحاول أن يمر بالمهارة، ولكن سجاد خليل في تغطية دفاعية ممتازة يلعب الكرة باليسار للبرازيلي لوكاس إلى الزاكري. كوديفواري يحاول من ساحل الحاج، هذه كرة للبرازيلي لوكاس سانتوس ولكن انتهت عند مصطفى زهير. كرة عادت لمصلحة نادي النجف. بالسلامة إن شاء الله للاعب نادي الكهرباء أحمد عايد، يشكو من إصابة بهذه اللحظات. حديث طبعا عن الأهداف، الكهرباء سجل 34 هدف في هذا الموسم، لكن نادي النجف سجل 24، يعني فارق 10 أهداف. الكهرباء 34، النجف سجل 24 هدف. الكهرباء طبعا استقبل 47 هدف والنجف استقبل 53 هدف. البطاقة الصفراء على دانيال الريكي هي الصفراء الثانية على نادي النجف بهذه المباراة، بهذا الشوط في 26 دقيقة. بطاقتين صفراء على نادي النجف في هذه المباراة. كهرباء بالمركز 18 ب 27 نقطة، بينما نادي النجف بالمركز 19 ب 17 نقطة، أيضا 10 نقاط، وبالأهداف أيضا 10 أهداف. وبالتالي نشاهد ونتابع في هذه المباراة. النجف يبحث أن تكون هذه المواجهة نقطة انطلاق وتحول لغزلان البادية للهروب من شبح الهبوط فيما تبقى من مباريات دورينا في هذا الموسم. الجولات بدأت تتقدم بسرعة نحو جولات الختام. وصلنا للجولة 32، بالتالي نشاهد ونتابع. الصراع يبقى قوي في المقدمة وكذلك في المراكز المتأخرة. من سيكون بطل الدوري في هذا الموسم ومن سيكون الهابط الثاني إلى الدوري الممتاز. كرة عادت لمصلحة نادي الكهرباء. الله على المرور بمهارة، كرة اللعب أمامية، محاولة للمرور، يا سلام، هذا لوكاس البرازيلي يحاول. الكرة لا زالت لمصلحة نادي الكهرباء، يحاول ممكن أن يسدد، سدد هذه كرة. الله 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 على تسديدة رائعة جدا، الله على الاثنين، الله على اللي طبعا سدد الكرة الماضية، والله على التصدي الرائع لمصطفى زهير بكرة جميلة، بكرة مهارية رائعة. هذا أحمد عايد يتواصل بمهارات بكرات جميلة، ولكن هذه الكرة الماضية وهذه التسديدة اللي كانت للوكاس على مصطفى زهير، كان في الموعد، كان يقظا في الكرة الماضية رغم يعني الأجواء في المباراة، لكن حارس المرمى كان يقظا في الكرة الماضية. إلى جانبية، رمية تماس،
لمصلحة نادي النجف. هسه نشاهد هدف يأتي في هذا الشوط للقمصان الزرقاء أو للقمصان البرتقالية. نشاهد ونتابع في هذه المباراة. كرة لدانيال الريكي لمصلحة النجف على جهة اليمين. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس من أمام علي مهدي. الريكي الكولومبي بكرة للأمام. يا سلام، تحضير ممتاز، هذه خطيرة. يونس يحاول ولكن التغطية الدفاعية لا زالت. النجف يتواصل يبحث. الكرة بالراس لا زالت داخل منطقة الجزاء لمصلحة غزلان البادية. حسين عباس يعود بالخلف. لمسة لمصلحة النجف. تعود الكرة بالخلف من جديد. حاول صناعة فرصة جديدة. أحمد نعيم على جهة اليمين. تقدم ليونس عبد. التغطية حاضر. روبن أكوا للوكاس. عادت صافرة خطأ يأتي لمصلحة غزلان البادية لمصلحة النجف. 30 دقيقة مرت يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي. النجف هذه خطيرة. الله الله، هذه كرة جول، هذه فرصة هدف ضاعت لنادي النجف بهذه اللحظات. حركت أيضا جمهور النجف خلف الشاشات. أحمد نعيم في الكرة الماضية كان بالإمكان أن يضعها في الشباك. لاحظ هذه الكرة الماضية وهذه التسديدة، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. غزلان البادية أفضل في الشوط، في هذا الشوط في أول نصف ساعة. لاحظ هذه الكرة الماضية، سدد. الكرة الماضية كانت تفتقد إلى الدقة أكثر، كانت قوية باتجاه جيد ولكن ضاعت. ممكن قد نشاهد هدف في هذا الشوط، ربما للنجف وربما للكهرباء. كرة اللعب عالية على جهة اليسار لغزلان البادية. يحاول أن يمر داخل منطقة الجزاء. هذه خطيرة، فرصة لمصلحة الغزلان. الله الله، هذه فرصة أخرى ضاعت يا علي رحيم، ضاعت لنادي النجف. تسديدة أخرى، تتواصل التسديدات، تتواصل المحاولات لغزلان البادية، ولكن الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت بأمان وسلام على مرمى الكهرباء. لاحظ هذه التسديدة، سدد بالمباشر، وجدها أمامه، سددها بقوة، ولكن أيضا كانت تفتقد إلى الدقة في الكرة الماضية. حركت معها جمهور النجف الذي يتابع هذه المباراة. السلامة إن شاء الله لعلي خالد، وهذا علي رحيم الذي سبق والمثل الكهرباء. التعادل السلبي لا زال قائم وحاضر. طبعا كلا الفريقين من بين الأندية الأقل تعادلا في هذا الموسم. يعني الكهرباء لديه 3 مباريات تعادل بها، والنجف لديه تعادلين. طبعا بالإضافة للقاسم الذي حرم القرمة من فوز قريب وحقق التعادل، واليوم أيضا تعادل مع نادي أمانة بغداد. يعني 3 مباريات تعادل بها مع نادي القاسم في هذا الموسم، يتساوى مع نادي الكهرباء أيضا في 3 مباريات، والنجف مباراتين. كرة لمصلحة نادي الكهرباء. النجف خطير، يحاول عباس والإبعاد. كرة لا زالت لمصلحة الكهرباء. أحمد عايد بمهارته المعتادة يحاول أن يمرر. هذه كرة جول، هذه فرصة ضاعت يا زكري، ضاعت لمصلحة نادي الكهرباء. لا زالت علي مهدي على جهة اليمين يلعب الكرة أمامية، ولكن الإبعاد، التغطية الدفاعية موجودة. لا زالت نهاد يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن
الإبعاد والتغطية الدفاعية حاضرة. هذه كرة ممكن يحاول ولكن خروج ناجح لحارس المرمى. كرة لمصلحة نادي الكهرباء إلى تماس جانبية لمصلحة النجف لغزلان البادية. رمية جانبية لمصلحة نادي النجف بهذه اللحظات. حديث عن آخر 11 مواجهة جمعت الفريقين، آخر 11 مواجهة جمعت الفريقين، فاز النجف في 4 وفاز الكهرباء في 3، بينما خيم التعادل على أجواء الفريقين في 4 مناسبات. هكذا هي آخر 11 مواجهة التي كانت بين الفريقين بين الكهرباء والنجف. النجف فاز في 4، الكهرباء في 3، والتعادل كان في 4 مناسبات. السلامة إن شاء الله للاعب نادي النجف، يشكو من إصابة. النجف أيضا يعني من بين الأندية الأقل فوزا في هذا الموسم، من بعد طبعا نادي القاسم بلا فوز، لكن النجف لديه 5 انتصارات. قاسم بلا فوز، وبعد ذلك النجف ب5 انتصارات في هذا الموسم. الآن بدأنا نشاهد محاولات لمصلحة نادي الكهرباء، عادت بالخلف، تمريرات، محاولة صناعة فرصة جديدة. يا سلام الله على الحركة، حركة مهارية جميلة لأحمد عايد، واحد من الأسماء المميزة جدا بتشكيلة نادي الكهرباء في هذا الموسم. الاستحواذ نعم أعلى لغزلان البادية 55 مقابل 45، ولكن الكهرباء أيضا يحاول أن يخطف هدف في هذا الشوط. الأسماء الموجودة بتشكيلة الكهرباء أيضا أسماء جيدة، حديث عن يعني يانيك زاكري، لوكاس سانتوس، نهاد محمد، أحمد عايد، روبن أكوا، لوكاس دا سيلفا، أسماء جيدة بتشكيلة الكهرباء. ولكن على الجانب الآخر نادي النجف أيضا أسماء شبابية جيدة، حديث عن أيمن لوي. أيضا لدينا أسماء موجودة في دكة الاحتياط ممكن قد تشترك في الدقائق القادمة، حديث عن جونيور هارسون وويلمار ألكسندر كروز. رضا فاضل في الهجوم أيضا ممكن قد نشاهد أهداف في هذا الشوط. الآن مخالفة لمصلحة رضا فاضل. الكرات الثابتة قد تكون هي حل من الحلول لنادي النجف بهذه اللحظات. ونظرات للكابتن سامر سعيد، ونظرة على هذه المباراة. كابتن سامر سعيد اسم المعروف، لاعب منتخبنا الوطني السابق. لكن لدينا كرة، علي رحيم على التنفيذ، علي رحيم. حاول نادي النجف الكرات الثابتة، تسديدة لعلي رحيم، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الميدان، إلى ركلة مرمى لمصلحة برتقال العاصمة نادي الكهرباء. شوف هذه الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. الكهرباء الذي حافظ على شباكة نظيفة في 7 مباريات في هذا الموسم، هل يتمكن من الحفاظ على شباكة نظيفة في هذه المباراة؟ ولكن على الجانب الآخر نادي النجف أيضا حافظ على شباكة نظيفة في 4 مباريات، في 4 مباريات، طبعا من ضمنها مباراة نادي القاسم بقرار اتحادي. حديث عن نادي النجف. كذلك بالنسبة لنادي الكهرباء الذي أيضا كسب مباراة القاسم أيضا بقرار اتحادي. يعني كلا الفريقين
كسبوا مباراة القاسم بقرار اتحادي. الكهرباء كانت في الجولة 8 مع نادي القاسم، بينما النجف كسب نادي القاسم بقرار اتحادي في الجولة 17. التعادل السلبي لا زال قائم وحاضر في أحداث هذا اللقاء، ونلعب في آخر 6 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي من أحداث هذا اللقاء. حديث طبعا لدينا هناك الصقور القوة الجوية متقدم بهدف على الميناء، ولكن هنا المباراة بدون أهداف لغاية الآن في أحداث هذه المواجهة. حسن أحمد الذي يقود نادي الكهرباء في المباراة الأولى له طبعا مع نادي الكهرباء في هذا اللقاء، الذي تحدث في المؤتمر الصحفي وشكر طبعا إدارة نادي الكهرباء على ثقتها الكبيرة، وقال هناك مسؤولية كبيرة على عاتقنا في قيادة نادي الكهرباء. أيضا تحدث عن التركيز على الجانب النفسي والمعنوي للاعبين قبل هذه المباراة بسبب طبعا النتائج التي رافقت نادي الكهرباء في المباريات الأخيرة من دورينا. الآن نشاهد مواجهة تجمع الخبرة الكابتن حسن أحمد أمام الكابتن سامر سعيد، أحد المدربين الشباب. آخر 5 دقائق متبقية على نهاية هذا اللقاء، نهاية هذا اللقاء في الشوط الأول. كابتن سامر سعيد الذي يقود نادي النجف ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه لغزلان البادية، يعني أسماء تدريبية مرت على نادي النجف في هذا الموسم. حديث طبعا عن محمد عظيمة، حيدر عبودي، علي عبد الجبار، وكذلك بالنسبة للمدرب كاسب سلطان، والآن الكابتن سامر سعيد. الكرة لا زالت مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس، توجيهات مستمرة للكابتن حسن أحمد في أحداث هذا اللقاء. آخر ما تبقى من الشوط الأول من هذه المواجهة، صافرة ومخالفة وخطأ لمصلحة نادي الكهرباء، لمصلحة سجاد خليل، مخالفة لمصلحة نادي الكهرباء في هذه اللحظات. كرة لمصلحة نادي الكهرباء، كرة اللعب عالية للأمام، حاول نادي الكهرباء في نهاية هذا الشوط. كذلك على الجانب الآخر نادي النجف، حسن نشاهد هدف يأتي في نهاية هذا الشوط من هذه المباراة، ولكن الكرة الماضية مرت إلى ركنية، إلى ركنية لمصلحة غزلان البادية. هذا لوكاس دا سيلفا البرازيلي، وهنا طبعا بعض من جمهور النجف. الركنية الثالثة للنجف مقابل ركنية واحدة لنادي الكهرباء. ركنية بهذه اللحظات لمصلحة نادي النجف. حسن نشاهد هدف يأتي في نهاية هذا الشوط. جمهور النجف ينتظر هذه الركنية لمصلحة غزلان البادية. كرة اللعب عالية على مستوى القائم الثاني بالراس، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب
على ما يبدو إلى ركنية أخرى لمصلحة النجف لغزلان البادية. محمد حسن على تنفيذ هذه الركنية لمصلحة نادي النجف. حسن يشاهد هدف للنجف، كرة اللعب عالية غزلان البادية ولكن الإبعاد من علي خالد. الكرة لا زالت وهناك لدينا صافرة ومخالفة في هذه اللحظات لمصلحة حارس مرمى نادي الكهرباء علي خالد. في اللقطة الماضية هو الجوية المتصدر لغاية الآن ب 74 نقطة، كذلك لدينا الشرطة 67 نقطة. أربيل والفوز في مباراة اليوم، صراع قوي على الجولات القادمة من دورينا. كذلك طبعا لدينا صراع موجود في المراكز الأخيرة. لدينا نفط ميسان في المركز 17 ب 30 نقطة، وكذلك لدينا الكهرباء 28 نقطة، النجف 18 نقطة. صراع موجود في المراكز المتقدمة والأخيرة. حكم المباراة أحمد محمد أضاف 6 دقائق كوقت بدل ضائع على نهاية الشوط الأول من هذه المواجهة. كرة لا زالت في الميدان، النجف يحاول أن يستثمر كل ثانية وكل دقيقة، ولكن الكرة وصلت عند حارس المرمى علي خالد أمام عباس قاسم. هذه اللقطة الماضية رضا فاضل يقاتل على كل فرصة، على كل محاولة لنادي النجف في هذه المباراة. كرة من جديد، حسن يشاهد أهداف في الوقت بدل ضائع من نهاية هذا الشوط. كرة لمصلحة لوكاس دا سيلفا، هذا البرازيلي الذي سبق ومثل زاخو. رمية تماس لمصلحة حسين عباس لنادي النجف. ممكن هدف يجعلنا نشاهد المباراة بشكل أفضل وأجمل بمستوى فني آخر، ولكن الكرة الماضية مرت إلى ركنية. رضا فاضل، جمهور النجف يعول على الأسماء الهجومية بتشكيلة النجف، لكن لدينا هناك ركنية بهذه اللحظات لغزلان البادية. ربما هي الركنية الرابعة، نعم، مقابل ركنيتين للكهرباء. ركنية لمصلحة النجف بهذه اللحظات. كرة اللعب عالية على مستوى القائم الثاني بالراس من دانيال والزاكري، والإبعاد من علي مهدي إلى ركنية أخرى. النجف أكثر خطورة في هذا الشوط، يبحث عن هدف التقدم لمصلحة نادي النجف. نشاهد ونتابع بهذه اللحظات لمصلحة غزلان البادية أحمد نعيم عن تنفيذ الركنية لمصلحة النجف لغزلان البادية. هذه كرة خطيرة ولكن الإبعاد، المطالبة بوجود لمسة يد. كذا يطالبون نادي النجف في هذه المباراة في آخر ما تبقى من الشوط الأول، المطالبة بوجود لمسة يد. هل فيها ركلة جزاء؟ نشاهد ونتابع. المتابعة من المتواجدين هناك في غرفة الفار
سجاد خالد وكذلك رضا عباس. شوف هذه الكرة الماضية، هل فيها ركلة جزاء؟ حالة من التدقيق والمتابعة في غرفة الفار لمتابعة هذه الحالة، ما إذا كانت فيها ركلة جزاء أو لا، لمصلحة نادي النجف. ونظرة ومتابعة أيضا للكابتن حسن أحمد على هذه المباراة وعلى آخر ما تبقى من الوقت بدل ضائع في نهاية الشوط الأول من هذه المواجهة التي لا زالت سلبية بلا أهداف. ولكن ننتظر القرار هناك لدى المتواجدين هناك في غرفة الفار، سجاد خالد ورضا عباس. كابتن سامر سعيد يبحث عن فوز في هذه المباراة، يريدون أن تكون هذه المواجهة نقطة انطلاق وعودة الغزلان من جديد. لمسة اليد التي كانت على سجاد خليل في الكرة الماضية، ولكن نو بنالتي، هكذا أشار حكام الفار. حالة طبيعية، هكذا يشير المتواجدين هناك في غرفة الفار. طبعا مثل هكذا حالات تحكيمية بالتأكيد يبقى الحديث عنها في برنامج انت الحكم الذي يعرض كل الحالات التحكيمية في دورنا. ولكن آخر ما تبقى في الشوط الأول النتيجة لا زالت سلبية بالأهداف. اعتراضات على عدم احتساب الكرة الماضية التي طالب بها نادي النجف أن تكون ركلة جزاء، ولكن قرار تم احتسابه ولا رجع فيه بالتأكيد. حكم المباراة أحمد محمد طالب على وجود ركلة جزاء لمصلحة نادي النجف في اللقطة الماضية، ولكن بالتأكيد يبقى القرار لدى حكم المباراة، لدى حكم المواجهة، حكم المباراة. إذن أيها الأحبة ينهي الشوط الأول من هذه المواجهة وسط هذه الاعتراضات التي لا نتمنى أن نراها في دورينا أبدا أبدا. في النهاية يجب أن يكون القرار لدى حكم المباراة. حكم المباراة أطلق صافرته بنهاية الشوط الأول. مثل هكذا حالات لا نتمنى أن نراها، وإن شاء الله نلتقي مع بداية الشوط الثاني إن شاء الله. يلعب على عبد الامير المتقدم، على عبد الامير يلعب الكره العاليه، ثقون يبحث عن الراسيه والابعاد من علي خالد، المتابعه من علاء سعد على تصويبه، جول 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 جول. علاء سعد يجلب السعد لفريق نفط ميسان، لفرسان المملكه، لابناء العماره، بعد استلام ومتابعة للكرة
والابعاد الذي لم يكن بشكل مثالي من الحارس علي خالد. وعلى سعد صوب بقوة ليسجل أول هدف اللقاء في الدقيقة 56. شاهدنا الخروج من علي خالد، وكانت هناك مضايقة ومزاحمة من فقار، وعلى سعد استلم الكرة وسدد بقوة، كانت صعبة جدا على علي خالد. شاهد علو، الله يا علاء على هذه التصويبة، تصويبة قوية جدا في سقف المرمى. هنا الكرة المشتركة الأخيرة، هل هناك عودة للفار؟ شاهد نعم، في سقف المرمى من علاء السعد، من هذا الأشول، من هذا اليساري، صاحب التسديدات القوية والقوية جدا. علاء السعد يجلب السعد ويتقدم، ما زالت مع السنغالي إلى نسيم صيود. خلاص ابن تونس، النصر التونسي يأتي بالهدف الثاني لفرسان المملكة. النصر التونسي يطير هنا في العاصمة بغداد. النصر التونسي يسجل الهدف الثاني القاتل. شاهد داوودة كيف حافظ على الكرة وتمريرة جميلة، هل كان متسلل أم لا؟ لكن هنا الهدف الجميل في الزاوية الصعبة على علي خالد. شاهد كيف لعبها بالزاوية الصعبة من نسيم صيود، يضع كرة الهدف الثاني. وهنا نسيم صيود، لا للعمارة معلميه العمارة على الدبكة الجميلة، دبكة العمارة الجميلة، ونسيم صيود على طريقة أهل العمارة يحتفل بهذا الهدف الثاني. وهنا شاهد حسرة نهاد محمد، وأحمد كاظم يطلب من مصطفى محمد الرجوع، تلعب من أحمد عايد. هنا الراسية، جول ياسر ناجي يسجل الهدف الأول. يقلص النتيجة. احذروا الكهرباء بعد الدقيقة 90. سابع هدف لنادي الكهرباء بعد الدقيقة 90، أو الهدف الثامن، نعم الهدف الثامن لنادي الكهرباء بعد الدقيقة 90. أفضل فترة لتسجيل الأهداف بالنسبة لنادي الكهرباء وبعد الدقيقة 90، حيث سجل 7 أهداف، وهذا هو الهدف الثامن عن طريق ياسر ناجي الذي يقلص النتيجة. هل هناك عودة للكهرباء؟ أمير يلعب الرمية الجانبية، محاولة الإبعاد، أحمد عبد الرضا، دخلنا الدقيقة الثالثة. علي خالد ماذا تفعل؟ جول، هدف قاتل. فريق نفط ميسان يسجل هدف قاتل في الدقيقة 13 بعد الدقيقة 90. فريق نفط ميسان أيضا يسجل بعد الدقيقة 90، يسجل هدفه الرابع في هذا الوقت بعد الدقيقة 90. أحمد عبد الرضا بعد غياب طويل من المشاركة يدخل ويسجل هدف بطريقة فيها الكثير والكثير من الاستغراب والاستفهام من حارس المرمى علي خالد الذي أبعد كرات خطيرة لكن يفشل بمسك الكرة. عبد الله الى الامام، نقلها المنتظر عبد الامير، منتظر حاول، منتظر والمرور والتوغل والدخول والمحاوله والتمرير والهدف الاول لامانه بغداد. هدف اول لاسود العاصمه بانطلاقه وبمجهود فردي من منتظر عبد الامير، يخترق وينطلق، لا يريد ان يبتعد كثيرا عن التسجيل او الصناعه. نعم حضر وسجل في المباراه الماضيه وبثنائيه من خلالها ارتقاء بالفريق
وانتصر، والآن يمر ويخترق ويصنع ويمرر. بنو فلافيو الأنغولي يحتفل نعم مع مواطن بيدرو آمور، وبالرقصة التقليدية الأنغولية يحتفلون وبسعادة غامرة. بنو فلافيو يسجل رابع أهدافه في الدوري. سيدريك ناكا هذا هو منتظر، هذا هو المصدر، هذا هو الممرر، هذا هو المنطلق، وبمجهود كبير له 85% من الهدف، 85% من الهدف. الانطلاق من أمام علي لطيف والمرور والاختراق والتمرير والهدف الأول لمصلحة نادي أمانة بغداد، والمرور والعبور وتسجيل أول أهداف المباراة. أمامية، محاولة عرضية، متابعة رأسية، الله الله، نسور الحدباء وبراسية دحام إبراهيم يعود بالنتيجة، يتمكن من تعديل النتيجة وبراسية رائعة على مرتين في شوط المباراة الأول. كانت مباراتهم كانوا هم الأقرب للتسجيل، ولكن تغير كبير في شوط المباراة الثاني، تراجعوا، ولكن تحدثت وقلت بأن الفريق يقترب من التعادل، يقترب من التسجيل، واقترب وسجل دحام إبراهيم على مرتين بمحاولتين من روش بونينغ. جاءت الأولى نعم أو علاء الدين الدالي، علاء الدين الدالي بكرة وتمريرة أمامية، علاء الدين الدالي أسيست رأسية، ومن هناك دحام إبراهيم يقتلع من هناك هدف التعادل ويقتنص هدف أول لفريق نادي الموصل في هذه اللحظات بعرضية متقنة على رأس اللاعب علاء الدين الدالي، ومن هناك يودع دحام إبراهيم بهدف التعادل. كرة اللعب خطيرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة، محاولة، فرصة، جول، جول أول يأتي في المباراة. الله 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 الله، كنت أتحدث عن جاهزية نوروز وعن أسماء نوروز. الآن يسجل أبناء السليمانية هدف أول يقص شريط الأهداف بهذه اللحظات لمصلحة نادي نوروز. جول يأتي لمصلحة أبناء السليمانية. راستوكو فريق يسجل بهذه اللحظات هدف لمصلحة نادي نوروز في الدقيقة 60 بعد ساعة مرت من عمر هذا اللقاء. هذه الكرة العرضية وراستوكو فريقه على تسديدة قوية وسكنها في شباك مرمى نادي النجف. لاحظ هذه الكرة وهنا التسديدة لراستوكو، وبكرة كانت قريبة على حارس المرمى ليسجل نادي نوروز الهدف الأول. يقص شريط الأهداف أبناء السليمانية. خطيرة لمصلحة نادي النجف، هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بالراس، هذه خطيرة، محاولة، جول، الله 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 الله، عادت الغزلان إلى صولاتها المعهودة. يسجل رضا فاضل بهذه اللحظات، الله الله الله، النجف يبحث عن هدف، جاء الهدف لنادي النجف. الله على كرة عرضية، والله على كرة جميلة، وهنا رضا فاضل يسجل، يعدل النتيجة، يدون الآن بهذه اللحظات هدف التعادل. 1-1 ولا واحد أفضل من واحد. يسجل النجف هدف التعادل. أيمن لوي بمواجهة جومان أحمد. أيمن يتقدم، عاد النجف، عادت غزلان البادية إلى صولاتها. سجل النادي النجف الهدف الثاني، جول ثاني يأتي الآن لمصلحة نادي النجف. فرحة كل جمهور النجف في المدرجات،
وكل من يتابع المباراة خلف الشاشات. هدف بهذه اللحظات يأتي الآن لمصلحة نادي النجف. الحارس في جهة والكرة في جهة، يسجل النجف ويقلب النتيجة. ليونيل أتيبة الأسد الكاميروني والتركيز العالي أمام الشاب الموهوب ليث ساجد. ليونيل أتيبة، الله، هدف أول للقيثارة، هدف أول للشرطة. عزفت القيثارة وصلحت الأوتار على أنغام المجد، وهدف أول من علامة الجزاء. الأخضر هنا، القيثارة هنا، وجماهير الشرطة على المدرجات تنتشر الأفراح بأقدام ليونيل أتيبة، بأقدام الكاميروني ليونيل أتيبة. شوف بالإعادة كان قريب ليث ساجد رغم أنه تقدم بالكرة الماضية، لكن هدف سجل بالنسبة للشرطة. إذن الشرطة هدف، القرملة شيء. بداية قوية خضراء بأراضي أو بأرضية ملعب الجولان. هدف أول بهذه اللحظات. ما هي ردة الفعل لصقور الغربية؟ لنشاهد ما هي ردة الفعل لصقور الغربية. ليونيل أتيبة. لنشاهد الآن أيمن حسين على التنفيذ بانتظار الصافرة. أيمن حسين والقرمة، صقور الغربية. أيمن، الله 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 الله، حلقت صقور الغربية، حلقت القرمة. يقدمون واجب الضيافة للقيثارة، وهدف التعادل بأقدام المونديالي. أيمن حسين يصل لهدفه التاسع هذا الموسم، ونعم هدف التعادل بهذه اللحظات. الله 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 الله، نعم أيمن حسين هو أيمن المونديالي. لم يكتفي بالتسجيل على بوليفيا، فهذا اللاعب يسجل في كل مكان وزمان. من أهدى الفرحة للملايين لن يقصر بنشر الأفراح لأهالي الأنبار. التعادل الآن داخل منطقة الجزاء. ديالا البرتقالي ممكن يفعلها فيما تبقى من ثواني. الله 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 الله، ما أروعك يا عبد فرحان. الله، الآن جمهور ديالا فرحان. أي تسديدة قوية، أي هدف جميل. الله الله على اياد عبد فرحان. يطلق صاروخ من اياد عبد فرحان، يسكنها في شباك مرمى النفط في الزاويه الصعبه جدا على حارس حسين علي. لاحظ الانطلاقه من كولين دومباري اللي هياها الى مقتدى، اللي مر من امام اللاعب سامسون دير ومقتدى عمل ممتاز من مقتدى حسن اللي هياها لاياد عبد فرحان، اللي سدد بقوه اياد عبد فرحان ليسكنها في شباك النفط. يسجل اول اهداف اللقاء. الله على هدف جميل، الله على هدف رائع لفريق ديالا وعن طريق اياد عبد فرحان، وهو رابع اهدافه خلال هذا الموسم بعد ما سجل في مرمى اربيل، وهدفين على فريق نادي القاسم. الان ياتي ويسجل في مرمى النفط واحد من اجمل اهداف هذه الجوله. الان اياد عبد فرحان يضع فريق نادي ديالا بهدف التقدم على نادي النفط. بينما هنا همام طارق على التنفيذ لركلة ركنية، بينما خطير. الله الله الله، مارلين الأوزبكي هز الشباك. شوبانوف يتقدم بأول أهداف المباراة بالنسبة لنادي أربيل. هولير الإمبراطور يتقدم في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول. هكذا إذن فرحة الأنصار من على المدرجات في الدقيقة 42. شوف الكرة الأولى اللي كانت بالقائم، بعد ذلك تابع الكرة بهذا الإصرار الكبير الأوزبكي مارلين شوبانوف يسجل بالكرة الماضية، وبالتالي مارلين ثاني أهدافه بهذا الموسم، وثاني أهدافه على التوالي بعد ما سجل في المباراة الماضية في مرمى النفط
يسجل اليوم ويفتتح باب التسجيل نادي القاسم. الخطأ والركلة الحرة المباشرة، الكرة تنفذ عالية داخل منطقة الجزاء، تبعد خطيرة. أوه. جول ثاني، هدف ثاني لأربيل، هدف ثاني. تيمي روف الأوزبكي هداف دورينا يظهر من خلال اللقطة الماضية ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة. أوزبكي آخر يظهر لنا من خلال هذا اللقاء بعد الظهور الأول اللي كان لمارلين بتسجيله للهدف الأول. هنا يظهر تيميروف أو مارلين هذه الكرة، وبالتالي عادت لمارلين. اي نعم مارلين هو من اضاف الهدف الثاني للمرة الثانية. مارلين يسجل الأوزبكي بهذا اللقاء. مارلين شوبانوف مدافع نادي أربيل، شوف الكرة التي تابعها وكان فيها إبعاد من حارس المرمى، ولكن الإبعاد ما كان قوي، وهنا الصورة كانت واضحة على جد. محمد مهدي بمحاولة خطوات خطيرة 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 خطيرة. أول للزوراء. ما كان المهاجم ولم يكن لاعب الوسط وإنما المدافع. سجاد للنوارس سجاد محمد مهدي، والخطأ الدفاعي، وبالتالي يتقدم الزوراء بهدف عن طريق سجاد محمد مهدي. هدف أول للزوراء، هدف للنوارس. لاحظ هو من بدأ القصة ومن أنهى القصة. لاحظ مع عامر جاموس بهدوء، ما احتاج للقوة. سجاد محمد مهدي يهدي الزوراء الهدف الأول بمرمى فريق الكرخ. الطلبة حسن عبد الكريم، الله يا حسن عبد الكريم بالمكان السليم. الله عالمي، هدف جميل، يسارية قوية جدا. ثاني للنوارس، ومعروف المدارس باسم النوارس. خلصها حسن عبد الكريم. الله يسارية في الشباك الكرخية، زورائية، وبالتالي هدف ثاني للزوراء. خلاص 54 نقطة. للزوراء، يتساوى مع الطلبة. أو لم يشترك لغاية الآن. هيران عالية، ثالث لمراد محمد البديل بهدف جميل. ثالث عن طريق مراد محمد البديل الناجح للنوارس. ثلاثية زورائية في الشباك الكرخي. 3-0 والأسى واضح. 3-0 متى كانت أول مرة للزوراء؟ بال95. لاحظ هذه اللقطة، انطلاقة من هيران أزاد ومراد محمد. من هيران لمراد
3-0 أول مرة للزوراء على الكرك كانت في ال 95. حسام فوزي هدفين الباشا وعدنان أبو سعدي. مباراة خلاص 3-0 54 نقطة. جرب الطلبة لكن بهذا الموسم القرمة وأمانة بغداد. والآن تهوك يا أحمد خلف وبيتر جورجيس بمواجهة محمد صالح. محمد بمواجهة بيتر وبيتر يتقدم الآن. بيتر على التنفيذ ليعلن عن أول أهداف المباراة. بيتر يتقدم. الله ضاعت جول. بيتر جورجيس يحلق بصقور الجبال يصل إلى أعلى القمم الجبلية بأول أهداف المباراة. بيتر جورجيس الهدف الأول من علامة الجزاء. بيتر جورجيس بعد أن تألق محمد صالح ولامست أصابع الكرة الماضية وجعلها ترتطم بالقائم، لكن بالعودة أكمل بيتر وأدخلها المرمى. شاهد نعم تألق حاول تصدى محمد صالح ولكنها ارتدمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس، وعند العودة بيتر أدخلها المرمى. سجل أول أهداف المباراة لنادي تهوك بالهدف الأول للصقور، لكن لصقور الجبال يأتي الهدف الأول من علامة الجزاء. حاول أن يعدي مرمى الكرة أحمد صبري والكرة عدت هنا براسية. الله عصام الصبحي يسجل هدف التعادل للقوة وبقوة. تحلق الآن صقور القوة الجوية بهدف جميل بجمال الحلوة العمانية لعصام الصبحي. هي للقوة الجوية بهدف التعادل. نعم من عصام الصبحي يعدل نتيجة المباراة شراسة الصقور. نعم من أحمد صبري الذي قال كفاكم قد اختبرتم صبري، وبراسية قوية للقوة الجوية من عصام الصبحي يعدل نتيجة المباراة. نعم يا عصام، ويعلن عن 8 أهداف مع القوة الجوية براسية قوية في مرمى شباك تهوك لعصام الصبحي. يسجل هدف جميل، هدف التعادل في الوقت الإضافي من عصام. هنالك من أحمد عادل انقطعت بهجمة مرتدة الآن سريعة، هل يفعلها؟ هل يكون الثاني قاتل؟ الثاني محمد جواد. الله محمد جواد الآن في وقت قاتل بلحظات قاتلة. محمد جواد للقوة الجوية الصدارة بكل جدارة. القوة متمسكين بالصدارة، القوة يتعب ويلعب. القوة الجوية يتمسكون بصدارة الدوري بهدف قاتل بلحظات قاتلة. محمد جواد بالوقت القاتل يعلن عن الهدف القاتل للقوة الجوية. الله. نعم إذا لن تغتنم الفرص أمام الصقر الجارح. نعم الشاهين هنا باز القوة الجوية بهذا الاسيست، بهذه النقلة من أمينو عمر. تقدم محمد جواد، لن يتوقف، لن يلتفت للخلف، بل وضع الكرة أمام عينيه والشباك أمامه وانتظار الجمهور هذه اللحظات. توقفت القلوب لثواني ومحمد جواد لن يتآنى ويضع الكرة في المرمى ليعلن عن 8 أهداف المباراة. القاتل ويوسع الفارق إلى 9 نقاط. يبقى متمسكا بصدارة الترتيب ويعزز الصدارة والفارق بين الشرطة وما بين الفريقين. كرة ترتد من جديد، محاولة إلى فيديلسكا
كوكو وتسديده جول. هدف أول بالدقيقة 10 عن طريق القائد حسن داخل يسجل أول أهداف المباراة بقذيفة رائعة ولا أجمل ولا أروع. يا الله يا حسن داخل سجل على الجوية واليوم يسجل على الطلبة ويبدو اختصاص التسجيل في شباك الكبار. واحد من أجمل الأهداف، كرة جميلة على الطاير من حسن داخل على يمين الحارس سجاد محمد وأول الأهداف بالدقيقة 10 يسجلها حسن داخل، اللاعب اللي مثل الفريق ب 25 مباراة وغاب عن الكهرباء. هدف أول بالدقيقة 10 من عمر المباراة. واحد الغراف لا شيء. نادي شوف الكرة تهيأت على طبق من ذهب.